بزاف الناس والله ما عندهم اهداف. تقول لي شنو هو الهدف ديالك ديال هذا العام؟ والله ما عارف. شنو هو الهدف ديالك ديال هذا الشهر؟ والله ما عارفه. شنو هو الهدف ديالك ديال الحياه؟ والله ما عارف. المأساة ديال الحياه ماشي هي ما توصلش للهدف ديالك، المأساة الكبيره هي ما يكونش عندك هدف اللي توصل له. حلاوه ديال المشاكل ماشي هي ان يجيك مشكل وتبقى تحصر وتبكي، حلاوه المشكل هو تضحك وتهز راسك للفوق وتكمل. هادو هما الحلاوه ديال المشاكل. الا عندك شي حاجه كبيره باغي توصل ليها ما عمر شي واحد وصل ليها، فكون واجد انك تدوز مشاكل ما عمر شي واحد دوزهم. حيت المشاكل اللي غدوز انت غدوزهم صح من الناس العاديين اللي باغيين يوصلوا غير لشي حاجه نورمال، وما خصكش تبقى طايح نوض حيت الوقت ما عندكش، وشي الوقت ماشي في الصالح ديالك. شتي الا عرفتي الفرق ما بين هاد الجوج ديال الحوايج اللي غنقول لك دابا، تقدر توصل بعيد في اي مجال بغيتيه في حياتك. الفرق ما بين النتيجه النهائيه ولا الاستمتاع بهذيك الطريق اللي غتوصلك للنتيجه النهائيه. كلنا كنركزوا غير على الفاينل ريزولت، كتريني باش تولي عندك فورمه زوينه، وهذا الشيء اللي كيخليك ما تحملش هذاك الشيء اللي كدير وفي الاخر ما كتنجحش فيه وكتابوندون. والحاجه الوحيده اللي خصك تبدلها وغادا تبدل لك المجرى ديال حياتك كامل هو في بلاصه ما انك تركز على النتيجه النهائيه، ركز واستمتع بهذيك الطريق اللي غتوصلك لهذيك النتيجه. القوي ماشي هو الانسان اللي ما كيخسرش، القوي هو الانسان اللي كينوض من بعد كل خساره. يعني فاش كتخسر خصك تنوض، هنا فين كتكمل القوه ديالك. السؤال اللي كيسولوا كاع الناس كيفاش حيد عليا الخوف؟ الوغ الخوف ما كيتحيدش، الخوف كيبقى معنا كاملين. كيقول لك الخوف راكب معاك في الطوموبيل، هو الاختيار كيبقى لك انت واش تركبوا اللور ولا تخليه يسوق. وفاش كتوصل لواحد لاج كتقول علاش ما درتش والو في حياتي، لانك ما خديتيش واحد شويه ديال الشجاعه وتحديتي داك الخوف باش دير داكشي اللي كتفضل. ما عمر تخلي المشاكل وداك الشيء اللي كيدمرك في حياتك انه يوصل بك حتى انه يطفي لك داك الامل اللي انت كتشوف به. كاين المشاكل واخا كتشوف ان الطريق مظلامه قدامك، كتشوف انك في واحد البلاصه ماشي ديالك، ولكن ما تفقدش الامل حيت هو النور ديالك باش انت كتشوف. قاوم ما امكن وربي ما يخيبكش، والله ما يخيبك، جايه الوقيته ديالك. انا ديما كنقول اي واحد فينا عنده واحد الوقيته ديالو، ربي اللي عارف وقتاش غيعطيه داك الرزق فيه. ما يبقاش فيك الحال الا خسرتي، ما يبقاش فيك الحال الا بديتي شي حاجه وطاحت للزيرو. حيت الجرأه ديال انك تحاول ما عندش كلشي. هذاك اللي كيكون في الجنب كيبقى ينظر عليك ويقول لك واه فشلتي واه كذا، هذاك جبان ما قدرش يديرها هو، ونقدر يديرها هو كون ندخل لارض المعركه. اسمعني مزيان اش غنقول لك، قسما بالله واستسلمتي في هذه الدنيا تتولي تموت في النهار ديالك 100,000 مره، عكس الا نضتي وتوكلتي على الله. راه ربي فاش كيبتاليك كيبغي يشوف ردة الفعل ديالك مع الابتلاء. مني ما كيكونش فيك ما تمشي تخدم، تما خاصك تفورسي راسك وتخدم. مني ما كيكونش فيك باش تمشي تريني، تما خاصك تفورسي راسك وتبزز على داك المخ الضعيف ديالك وتمشي ترين. مني ما يكونش فيك ما تفيق تمشي تصلي الفجر، تفورسي على داك الدماغ الضعيف ديالك وتمشي تصلي الفجر. الاوقات الاخوان اللي ما كنبغيوش نديرو فيهم الحوايج وما كيكون فينا ما نديرو فيهم الحوايج وكنديروهم بزز منا، تما فين كنكبروا وتما فين كنتطوروا. ما فاتك الفوت في حتى شي حاجه، بدا من دابا وما عمرك تشوف موسم حصاد الاخرين وانت كتزرع. الا جيت عندك وقلت لك يلا نشدوا الطريق انا وياك وقلتي لي فين نمشي وقلت لك ما عرفتش، اش غتقول عليه؟ غتقول لي واش انت حمق بغيتش الطريق وما عارفش فين غادي. وبزاف ديال الناس شادين الطريق والله ما عارفين فين غاديين، كيعيشوا النهار بنهارو ما عندهم لا غايه لا حتى شي لعب. الا ما كانتش عندك وجهه اي طريق شديتي غتوصلك لاي بلاصه، راه غتوصل، ولكن غتوصل لواحد البلاصه اللي ما خططتيش ليها، ومن بعد غتبدا تلوم الحكومه وتلوم الجيران وتلوم العين وتقول حضاوني والغلط جاي منك حيت شديتي الطريق وما عارفش فين غادي. راه ما يمكنش ما يسهلش عليك الله. صافي كون نيشان ستريكت، النتيجه ما تفكرش فيها، النتيجه تجيك مع الوقت. انت الا كطيح وكتعاود تنوض وما حاملش انك كتبقى في بلاصتك ديما باغي ديفلوبا، شي لك شي هكا راه اسطوره هو تيتحدى الوقت. باش كتشري شي تلفازه جديد ما كتكون فاهم في السيستم ديالها حتى شي حاجه، حتى من التليكوموند كتبان لك مختلفه على داكشي اللي كتعرف. دونك غادي تمشي وغادي تقرا هذاك الكتاب اللي عطاوك معاه، كتقرا هذا الكتاب حيت الشركه اللي صنعت التلفازه هي اللي عاطيها، وكتكون متاكد باللي فاش غادي تقراه غادي تولي تستعمل هذيك التلفازه مزيان وغادي تستغل كاع لي زوبسيون اللي فيها. بغيتك تولي تتعامل مع القران بنفس الطريقه، خذ القران على انه الكتيب ديال الاستعمال اللي عطاه لك الله سبحانه وتعالى، هو اللي خلقك ونزل معك هذا الكتاب اللي فيه اي حاجه غادي تحتاج. دونك من اليوم حاول ماشي غير تقراه وطبق هذاك الشيء اللي فيه.